طلع على الجرف، قضى على قناص من المتمردين، لبس زيه ووقف بكل جرأة وسط معسكرهم وهو بيشرب شاي. من غير تردد حدد مكان الطيار الأمريكي اللي كان متأثر، وبمساعدة الأسير وصل لمخزن الذخيرة بتاع المتمردين. طلع وتد خيمة، بس الحارس اللي قريب سمع الصوت، دخل بسرعة جو مخزن الذخيرة ولقى الصاروخ الأمريكي اللي المتمردين كانوا سارقينه. الحارس وصل قدام الخيمة في نفس اللحظة اللي كان فيها بيخبي سلاحه، فتح شنطة عدته وابتدى يفك الغلاف الخارجي الواقي للصاروخ. قدر يطلع لوحة الدائرة الرئيسية، بس بالغلط فعل آلية التدمير الذاتي. طلع الزرادية وقطع السلك، بس العد التنازلي ما وقفش. بهدوء تام طلع مشبك ورق، فرده بقوة ودخله في مدخل لوحة الدائرة، ونجح يوقف الصاروخ قبل ما ينفجر. تسلل بره الخيمة، لقى الأسير ورمى له سكينة صغيرة وهو بيستعد للهروب. ثبت بندقيته على شجرة وزق فرع في الزناد وربط فيه حبل، علق علبة كبريت في الحبل، ولما ولعها تسلل جوه معسكر العدو علشان يدي إشارة للأسير. أول ما الحبل اتحرك الفرع شد الزناد، فحصلت ضوضاء شغلت انتباه العدو. الأسير فتح القفص وهو اندفع بسرعة وهاجم متمرد لوحده. هرب هو والأسير في الاتجاه العكسي. المتمردين اكتشفوا الخدعة وجروا وراهم. اتحاصروا عند حافة جرف، لفوا يواجهوا القتال، وفي الأول كبلوا حركة المتمردين. بعد كده سلم البندقية للأسير علشان يكمل تثبيت العدو. طلع مظلة، مسك حجر واستخدمه علشان يزود قوة تأثير مسدس الإشارة. رفيقه خلصت ذخيرته والمتمردين قربوا أكتر. مسك رفيقه، ضغط على الزناد واندفعوا بنجاح بعيد عن حافة الجرف. اتأكد إنهم خرجوا من مدى نيران المتمردين، وبعدين فتح المظلة. ماك جيفر مرة تانية أنهى أزمة صاروخ بكل سهولة.